السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات اعرف عربيتك مع وائل المنياوي. كل سنة وانتم طيبين، السفر على الأبواب، أجازة السنة على الأبواب، عايزين نسافر واحنا مطمنين. في الفيديو ده هنتكلم على الحاجات اللي لازم نراجع عليها ونهتم بيها جدا واحنا مسافرين عشان نسافر بأمان ونرجع بأمان إن شاء الله. هنتكلم عن اللمبات التحذيرية اللي بتنور في التابلو، كل لمبة ووظيفتها إيه وشرحها إيه، وإيه اللمبات اللي نتجاهلها وإيه اللمبات اللي احنا لازم نهتم بيها. وفي آخر الفيديو فيه هدية مجانية مقدمة من شركة الأستاذ لكل مشتركين القناة. انتظرونا، يلا بينا. جاهز تتأكد من أول مسمار فيها؟ أروح عربيتك مع وائل المنياوي، من رقم الشاسي لحد لون الهواء. أروح عربيتك مع وائل المنياوي. زي ما قلنا هنتكلم النهارده في الفيديو بتاعنا ان شاء الله باذن الله نسافر واحنا مطمنين. كل سنه وانتم طيبين. اجازه السنه قربت، عايزين نسافر واحنا مطمنين. عندنا في الفيديو ده جزء تاني من الفيديو هيتكلم فيه عن انوار العربيه اللي بتتنور في التابلو وفايده كل نور. في اخر الفيديو فيه هديه مقدمه من شركه الاستاذ، هديه هتعجبكم. ممكن يكون الفيديو طويل شويه، بس ثق مليون في الميه ان كل دقيقه في الفيديو دوت مفيده وهتستفيد منها كويس جدا. مبدئيا كده احنا بنتكلم على ان السفر على الابواب احنا محتاجين نعمل بعض الاجراءات الاحترازيه، او نراجع على شويه حاجات في العربيه ونعرف عربيتنا كويس قبل ما نسافر، نتعرف على العربيه قبل ما نسافر. مبدئيا كده انا محتاج ان انا اراجع على ضغط الكاوتش بتاع العربيه، سواء كانوا الاربع كاوتشات الاساسيين او الاستم. اراجع على الزيت بتاع الموتور، منسوبه مظبوط، اللزوجه بتاعته مظبوطه، ميعاد تغييره مظبوط. اراجع على سائل الفرامل، منسوبه مظبوط، هو بيأدي بكفاءه كويسه ولا لا، الكلام ده كله. محتاج ان انا اراجع على زيت الباور مظبوط ومنسوبه مظبوط. اراجع على ميه الراداتير، لونها مظبوط ومقاسها مظبوط. اراجع على ميه المساحات. اراجع على الموتور، مفيش اعطال، مفيش تفتفه، مفيش تنتيش، الموتور بيدور من اول دواره، الكلام ده كله. اراجع على اهم حاجه واهم ما في الموضوع كله، على اماني. اراجع على عفشتي كويس جدا جدا جدا. اراجع على تيل الفرامل، وهو الاهم ما في الموضوع، الامان بتاع الموضوع. اراجع على الكوريك، اراجع على المثلث، اراجع على مفتاح العجل. كل دي حاجات مهمه جدا جدا لازم نراجع عليها. من الاخر يا جماعه، كل ده اماننا ما يسواش فتفوته منه. فمن الاخر احنا لازم نراجع ده لاماننا وامان ولادنا وامان اسرنا. ولذلك عشان كده انا بركز قوي على العفشه. اي حاجه من تانية ممكن تسبب عطل للعربيه، هنسيب العربيه ونمشي. هنجيب ونش بايا كانت التكلفه، كله فلوس مش مهم. الاهم ما في الموضوع هو اماننا وارواحنا. هنخش بعد كده على الانوار بتاعه العربيه، والانوار ايه اللمبات اللي في التابلو اللي بتنور دي واحنا مش فاهمين دي بتاعت ايه، وفي انوار كتير ما بنبقاش فاهمين بتاعت ايه. مبدئيا كده لازم نركز في نقطه او ناخد بالنا من نقطه معينه. اي مصنع من شركات التصنيع بتاعه العربيات دي، اهم نقطه بيراجع عليها وبيركز عليها قوي هي النقطه اللي انا بتكلم فيها، وهي الامان. امان الاشخاص او الارواح دي رقم واحد بالنسبه لاي مصنع. يجي بعد كده في المرتبه الثانيه هي امان العربيه نفسها، وان هو يحافظ على مكوناتها ويحافظ على العربيه. مستوى الامان ممكن يختلف من شركه لشركه. في بعض الشركات وخصوصا الشركات الاوروبيه بتعتبر ان مثلا على سبيل المثال اللمبه اللي بتنور الطريق دي من الحاجات الاساسيه، اللي هو من الاخر لو اللمبه مش شغاله ما ينفعش تمشي بالعربيه. لو ميه المساحات مش موجوده او ناقصه ما ينفعش تمشي بالعربيه. فزي ما بقول لحضرتك كده، مستوى الامان بيختلف من شركه لشركه. اللمبات التحذيريه اللي بتنور في التابلو بتلاقيها مجموعه الوان. في لمبات حمراء ولمبات صفراء ولمبات خضراء ولمبات زرقاء. كل لمبه من دول او كل لون من دول بيبقى ليه مدلول. اللمبات الحمراء بيبقى مقصود من المصنع انه بيقول لك ان خلاص توقف بالعربيه، اركن العربيه ما تمشيش بيها تاني. دي اللمبات اللي هي الارجنت او التحذيريه او المشكله، اللي هي اللي فيها مشكله، لو مشيت بيها بالعربيه هيبقى فيه مشكله. اللمبات الصفراء هي لمبات تحذيريه، معناها ان انت ممكن تكمل مشوارك ولكن انت عندك عطل لازم تحله. اللمبات الخضراء واللمبات الزرقاء هي لمبات بيان، لمبات بتعرفك منور النور، فاللمبه خضراء بتنور بيعرفني ان انا منور النور. هي لمبات ارشاديه وليست لمبات تحذيريه او ما شابه. نخش بقى هنمسك كده مجموعه اللمبات الشائعه اما بتنور، ايه مدلولها وبتعمل وايه سببها وايه الكلام ده كله.
عندنا اول لمبه هي لمبه البطاريه. لمبه البطاريه بتنور في حالتين، واحنا لسه بندور العربيه في الدوره الاولانيه هو بيعمل تشيك على البطاريه، بيقول لك البطاريه تمام، فاللمبه بتنور بتاعه البطاريه وبعدين بترجع تطفي مع العربيه تدور. لكن لو اللمبه نورت واحنا ماشيين ده معناه ان عندنا مشكله من اتنين، يعني في مشكله في البطاريه يا في مشكله في شحن البطاريه يعني الدينامو، فلازم نراجع على ده او لازم نراجع ده. واللمبه دي بتكون لمبه حمراء. هو عايز يقول لك ان لو في مشكله في الدينامو المشوار مش هيكمل اصلا، البطاريه هتنام فبالتالي العربيه هتعطل، فخد بالك ركز. تمام. نخش على لمبات الفرامل. لمبات الفرامل هنلاقي مجموعه من اللمبات خاصه بالفرامل. اول لمبه هي اللمبه الحمراء بتاعه الهاند بريك. هو بيقول لك ان انت رافع الهاند بريك ما ينفعش تتحرك بالعربيه، وبالتالي هي لمبه حمراء. هنلاقي لمبه بتاعه زيت الباكم او سائل الفرامل. لمبه سائل الفرامل هي برضو بتبقى لمبه حمراء، لانه بيقول لك ما دام الزيت ناقص يعني وارد ان الفرامل تقطع معاك في اي لحظه، فانت كده في مرحله الخطر، وبالتالي لازم تتوقف بالعربيه، ما ينفعش تمشي بيها، عشان كده بتبقى حمراء. لمبه تيل الفرامل هي لمبه بتبقى صفراء، والهدف منها ان هو بيعرفك ان تيل الفرامل قرب يخلص، فبالتالي هو بينبهك للي جاي ان انت محتاج تغير تيل فرامل. نفس الوضع بالنسبه للمبه الاي بي اس. هو لما بتنور لمبه الاي بي اس هو بيقول لك ان العربيه منظومه الفرامل ماشيه تمام، مفيش مشاكل فيها، ولكن انت ما عندكش اي بي اس دلوقتي، الاي بي اس فاصل، مانع التزحلق فاصل. وان شاء الله باذن الله هيبقى في فيديو خاص مخصوص للاي بي اس ووظيفته واهميته. لمبه حزام الامان دي من اللمبات اللي هو بيعتبروها لمبات هامه ولمبات تحذيريه وما ينفعش تتحرك بدونها، لمبه حزام الامان، ولذلك معموله لمبه حمراء، يعني ما ينفعش تمشي بالعربيه وانت مش رابط حزام الامان. لمبه الايرباج ينطبق عليها نفس الموضوع، بتبقى لمبه حمراء عشان ما ينفعش تمشي العربيه والايرباج مش شغال وفي مشكله في امانك، ولذلك زي ما بنقول كده الشركات المصنعه دايما بتركز على الامان. في بعد كده بقى لمبات مثلا زي لمبه مثلا سبورت مود. انت بتحول عربيتك للسبورت مود فبينورها لك بلون اصفر، لون تحذيري، اللي هو من الاخر انت في مرحله خطر، خلي بالك وانت سايق. هو دي بتبقى لمبه شبه تحذيريه. لمبه مثبت السرعه هتلاقيها لمبه خضراء او زرقاء عاديه، هي لمبه بيان بيعرفك ان انت مثبت السرعه دلوقتي شغال. هتلاقي لمبه المؤشر بتاع ضغط الاطارات، دي لمبه صفراء، بيقول لك ان ضغط الاطارات مش مظبوط في الاربع اطارات، فانت محتاج تظبط الاطارات. دي بتبقى عاده لمبه صفراء لان هو بيحذرك فقط، ما بيقولكش اقف بالعربيه تماما. لو في باب من البيبان مفتوحه بيبقى في لمبه بتنور ان هو بيقول لك ان في باب من البيبان مفتوحه، ودي بتبقى لمبه حمراء لان ما ينفعش تتحرك بالعربيه وفي لمبه من البيبان من الاربع ابواب او الخمس ابواب مفتوحين. برضو نفس المواضع بالنسبه للمبه مؤشر الحراره. اما لمبه الحراره بتعلى او بتنور ده معناه ان في مشكله في حراره العربيه، فبالتالي انت محتاج تتوقف حمايه للعربيه في الحاله دي. عندك لمبه مؤشر الزيت برضو بتبقى لمبه حمراء، بيبقى الهدف منها هي برضو اما بتنور بيقول لك ان انت لازم تقف العربيه لان منسوب الزيت مش مظبوط، في نقص زيت شديد، وبالتالي لازم تقف حمايه للعربيه. زي ما قلنا كده هي الموضوع الحمايه بيبقى ما بين الشخص والعربيه نفسها. لمبه منع الانزلاق هي لمبه تحذيريه برضو، ان انت في حاله ان انت لغيت منع الانزلاق فبيبقى منور لك لمبه صفراء، خلي بالك انت منع الانزلاق عندك مش شغال. واخيرا اللمبه اللي بتنور تجنن الناس كلها اللي هي لمبه الاي بي سي او التشيك انجن. ده طبيعي برضو ان هي بتنور في بدايه الدواره، الكمبيوتر بتاع العربيه بيعمل تشيك على كل حساسات العربيه وكل مكونات العربيه. دورت طفت اللمبه يعني كل حاجه تمام وكل حاجه سليمه. طب اللمبه دي ما طفتش وفي فضلت منوره او نورت وانت ماشي، ده معناها ان في احد الحساسات اللي موجوده جوه العربيه ما بيعملش بكفاءه، في مشكله في العربيه. ولكن لو لاحظنا ان هي بتنور اصفر يعني معناها ان الكمبيوتر بيقول لك برضو انا حطيت قرايات افتراضيه للحساس العطلان يخليك تكمل مشوارك. فرضا حساس الشكمان عطل، الحساس الاكسجين عطل، هو الكمبيوتر بيدي قرايات افتراضيه بديل بيقوم بدور الحساس ويثبت قرايات افتراضيه عشان تكمل مشوارك. اي لمبه من اي حساس من الحساسات اللي هو ينفع تكمل المشوار او تقدر تمشي من غيره، هو الكمبيوتر بيحل محله مؤقتا بشكل مؤقت لغايه ما انت تحل المشكله، فبينور لك لمبه التشيك انجن او الاي بي سي. واخيرا في اخر الموضوع كله لازم نعرف ان اللمبات دي كلها معموله لحمايتك انت ولحمايه عربيتك، مش معموله زينه في العربيه. اتمنى يكون فيديوهاتي بتعجبكم وتكونوا بتستفيدوا من الفيديو، ولو بتستفيدوا من الفيديو اتمنى تعملوا له لايك وتعملوا شير للفيديو وتشتركوا في القناه عشان تجيلكم فيديوهات وتفيدوا غيركم بالفيديوهات بتاعتنا.
نيجي بقى للهديه المجانيه. في هديه مجانيه مقدمه من شركه الاستاذ، وهو كارت عضويه برايم، الاستاذ برايم. دي اللي هتمنحك خصم 5% لمده سنه على اي مشتريات هتشتريها من محلات الاستاذ، او من محل الاستاذ حدائق الاهرام. ودوت بيكون ملخص الموضوع. انت هتروح تشترك، هتكون مشترك في القناه. يعني الاشتراط الوحيد ان انت تبقى مشترك في القناه، تشترك في القناه بتاعتنا. تروح المحل، هتقول له، هتوريهم ان انت مشترك في القناه، هيدي لك كارت العضويه اللي هو مدته سنه. الكارت العضويه دي تيجي فيه باي وقت تاخد خصم 5%. وللمصداقيه ما تظهرش الكارت الا لما تطلب فاتورتك وتشوف فاتورتك وتشوف حسابك كام، وبعد كده اظهر الكارت عشان تاخد ال 5% بتوعك. اتمنى اكون فدتكم بفيديوهاتي، وانتظرونا في فيديوهات تانية.